الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن عملي التسويق. اول حاجه عندنا سلاسل ماركو. المثال رقم واحد بيقول ايه؟ دي سلاسل ماركو. بيقول في مدينه 3 شركات للغزل، في مدينه فيها 3 شركات للغزل، وكان نصيب الشركه الاولى 30% من العملاء، ونصيب الشركة التانية 35%، والشركة التالتة نصيبها 35% من العملاء. وبقول إيه بقى؟ وفي خلال هذه السنة احتفظت الشركة الأولى ب80% من العملاء، وفقدت 8% من الشركة التانية. فاحنا عايزين بقى نحل على طول وواحدة واحدة. أول حاجة هنعملها في سلاسل ماركو، بنجيب الحصة السوقية المتوقعة. الحصة السوقية المتوقعة بتساوي ايه؟ بتساوي مصفوفة احتمالات التحول في مصفوفة نصيب كل شركة. يبقى الحصة السوقية المتوقعة بتساوي مصفوفة احتمالات التحول في مصفوفة كل شركة. طب مصفوفة احتمالات التحول دي بنجيبها ازاي؟ ومصفوفة كل شركة دي بنجيبها ازاي؟ مصفوفة كل شركة ديت مصفوفة نصيب كل شركة دي بنجيبها اهو. هو قال لك فوق نصيب الشركة الأولى 30%، يبقى هنا قول 30 على 100 اللي هي 30 من 100. ونصيب الشركة التانية 35، ونصيب الشركة التالتة 35 برضك في المية، اللي هي 35 على 100. عايزين بقى مصفوفة احتمالات التحول. هنروح لأول شركة. أول حاجة لازم عشان نحل الصح نكتب هنا 1 2 3، الشركة الأولى والتانية والتالتة. بيقول لك بقى وفي خلال هذه السنة احتفظت الشركة الأولى بكام؟ ب80% من عملائها. يبقى نروح عند الشركة الأولى ونقول 80%، اللي هي 80%. تمام من عملاء، وفقدت 8% إلى الشركة التانية. بيقول لك فقدت 8% إلى الشركة التانية. هنروح عند الشركة التانية ونكتب إيه؟ 8%. بيقول لك يبقى وفقدت إلى الشركة الثالثة كام؟ 12%. هنروح عند الشركة التالتة ونكتب 12 على 100 اللي هي 12 من 100. دي إيه؟ دي أول شركة. هنروح على تاني شركة. بيقول لك يبقى واحتفظت الشركة بنسبة 90% من عملائها. يبقى الشركة التانية احتفظت ب90 على 100 اللي هي 90%. تمام. وفقدت 4% للشركة الأولى، ادت 4% للشركة الأولى. يبقى نروح للشركة الأولى نقول 4 على 100 اللي هي 4 من 100. وإيه بقى؟ و6% للشركة إيه؟ و6% للشركة التالتة. فقط في المية للشركة التالتة اللي هي 6 من 100. تمام. واحتفظت الشركة التالتة ب95%. الشركة التالتة احتفظت بكام؟ ب95%. وفقدت شركة وفقدت كام؟ 5% إلى الشركة الأولى. والشركة التانية 95 شلت 5%. إيه اللي حصل؟ فقدتهم للشركة الأولى. بعد كده هنضرب المصفوفات. احنا طبعا عارفين أما بنيجي نضرب المصفوفة بنضرب صف في العمود عشان نجي الناتج ده. وهنا ده بيجي ازاي؟ الصف التاني في العمود الأول، الصف التالت في العمود الايه الأول برضو. يبقى عشان نجيب ده الصف الأول في العمود الأول، وهنا الصف التاني في العمود الأول، وده الصف التالت في العمود الأول. هيطلع إن معانا ده، يعني ده هنضربه ازاي؟ 80% في 3 زائد 40% في 35% زائد 5% في 35. وكده هنفصل، وده هنضربه في ده وده هنضربه في ده عشان نجيب الصف الأول في العمود الأول عشان نجيب الخانة دي، والصف التاني في العمود الأول عشان نجيب الخانة دي، والصف التالت في العمود الأول عشان نجيب الخانة دي. هتطلع معانا ايه؟ كده جبنا نصيب الشركة الأولى. نصيب الشركة الأولى طلع بكام؟ ب272 من 1000. نصيب الشركة التانية طلع بكام؟ 339 من 1000. نصيب الشركة التالتة طلع كام؟ ب389 من 1000. بعد كده بقى نجيب نصيب الشركة الأولى المتوقعة في آخر يناير. بنجيبها ازاي؟ بنقول النسبة بتاعته اللي هي 272 من 1000 في ال1000 عميل. جبناها ازاي؟ بيقول لك ايه؟ حجم السوق كلي 1000 عميل. فما هو نصيب الشركات الثلاثة من العملاء في آخر يناير؟ يعني هو بيقول أنت عندك 1000 عميل، فكل شركة بتاخد كام عميل؟ هنيجي نقول نصيب الشركة الأولى 272 من 1000 في 1000 هيطلع بكام؟ 272. والشركة التانية نفس النظام ب300 كام؟ 39 من 1000 في ال1000 هيطلع معانا كام؟ 339. والشركة التالتة 389 من 1000 في ال1000 يطلع معانا كام؟ 389. يبقى الشركة الأولى هتاخد
272 عميل، الشركة التانية هتاخد 339 عميل، الشركة التالتة هتاخد 389 عميل. ودي أول تمرين، ده سلاسل ماركو. تاني حاجة بقى خدناها في التنبؤ، عندنا مدينا فترات وحاجة طلب لك ايه. التنبؤ بيعاد فترات من فترة 6 لحد 8. 6 بيقول لك باستخدام متوسط تحرك بيبقى مجموع فترات سابقة على عددهم. يعني ايه؟ بيقول لك مثلا التنبؤ بمعلومات الفترة لحد 2006 و7 باستخدام متوسط متحرك بسيط هترجع عن الفترة الست 3 فترات، هتاخد الفترة الخامسة الرابعة وتقسمهم على التلاتة. بس بتاخد ايه بقى؟ بتاخد متطلب، حجم الطلب اللي هو 16 زائد 14 زائد 12. يبقى المتوسط المتحرك البسيط بيساوي ايه؟ بيساوي حجم الطلب ل3 فترات على عددهم 14. طب الفترة السبعة 3 فترات سابقة اللي هي ايه؟ حجم ال3 فترات السابقة هي 21 اهو، 21 و16 و14 على 3. 21 و16 و14 على 3 هتطلع فيها كام؟ 17. نفس النظام الفترة التامنة، تنبؤ المتوسط البسيط المتحرك البسيط الفترة التامنة هناخد ال14 وال21 و16. ال14 زائد ال21 زائد ال16 على 3 هيساوي فيها كام؟ هيساوي فيها 17. دي أول حاجة كان عايزها في التنبؤ. تاني حاجة بقول التنبؤ بمبيعات نفس الفترات باستخدام متوسط 4 فترات متحرك ومرجح بحسب إيه؟ الأوزان. يعني من أوزان أكون عايز المتوسط المرجح أوزان بنجيبها إزاي؟ على 4 فترات سابقة. يعني مثلا لو جايب الفترة من الستة برضك، هو عايز الفترة من الستة لحد التامنة بمتوسط مرجح للأوزان. بنعمل إيه؟ هنرجع، بيقول لك 4 فترات، نرجع 4 فترات سابقة. الفترة الستة هنرجع هناخد 16 وال 14 وال 12 والإيه وال 15. بس كل فترة هنضربهم في الرقم اللي هو مدولنا العشرة ده، 4/10 3/10 2/10 1/10. يبقى الفترة متوسط مرجح بالأوزان هتساوي إيه؟ هتساوي 16 في 4/10 زائد 14 في 3/10 زائد كام؟ زائد 12 في 2/10 زائد واحد زائد 15 في 1/10. يبقى متوسط المراجع الأوزان بتاخد حجم الطلب 4 فترات وبتضربهم أوزان ومديهم لك، وده على طول بيديلك 14 3/10 2/1. طب الفترة السابعة خد 4 فترات بكل الفترة السابعة اللي هي إيه؟ اللي هي ال20 و16 وال14 وال12. هتقول 21 في 4 زائد 16 في 14 زائد 11 في 4 زائد 14 في 3 دي 2. تقول زائد 11 في تطلع مع كام؟ 4. نفس النظام في رتم عايز مطلق المرجع وزن في الفترة خد حجم الطلب في الفترة السابقة وال21 وال16 اهو. قال بقى 14 في 4 زائد 21 في 3 زائد 16 في 2 زائد 14 في 1/10 16 ونص. يعني مصفر واحد بيساوي حجم الطرف فترات عددهم. تنبؤ بمبيعات نفس الفترات او مجموع الاوزان المرجحه. قول حجم الطلب للفصل في اوزان كده. تاني حاجه تالت مثال بقى بيقول لك ايه. التنبؤ عن طريق التمهيد الأسي، هيديك فترات وهيديك الطلب. وبيقول لك هو بيستخدم التمهيد الأسي للتنبؤ بمبيعات الفترة الخامسة بافتراض أن التنبؤ مبيعات الفترة الرابعة هو 122.
أو ومعامل التمهيد الأسي 4 من 10. في قانون هنا بيقول إيه؟ يقول لك ت خ والتنبؤ الخامس بيساوي المعامل الأسي، المعامل الأسي في الحجم الفعلي للفترة الرابعة زائد 1 ناقص التمهيد الأسي في التنبؤ في الفترة الرابعة. يعني إيه؟ إحنا دلوقتي التنبؤ في الفترة الرابعة هيساوي التمهيد الأسي، من التمهيد الأسي 14 في الفعل للفايدة الرابعة هو كام؟ 20 زائد التمهيد الأسي 4 من 10 في تنبؤ في الرابعة. قال لك إيه؟ أن التنبؤ مبيعات الفترة الرابعة 122. هيطلع معانا كام؟ هيطلع معانا 121 و12. ده التنبؤ قانون. يبقى قانون التنبؤ عن طريق التمهيد الأس بيساوي تمهيد الأس في الفعل الفترة الإيه الرابعة هي الفترة السابقة زائد 1 ناقص التمهيد الأس في التنبؤ للفترة السابقة اللي هي الفترة كام؟ الرابعة. ديت التنبؤ عن طريق التمهيد الأسي. ده بعد كده يا شباب التنبؤ عن طريق الانحدار البسيط. لازم نعرف معادلة التنبؤ اللي هو ايه؟ صاد بيساوي ألف زائد ب في س، وصاد هو المتغير التابع، وألف ثابت الانحدار، وب الميل، وس المتغير المستقل. وصاد متغير تابع، وس متغير مستقل، وألف الثابت، وب هو الميل. في قانونين لازم نعرفهم عشان نحل المسألة دي: قانون الب وقانون الألف. الب اللي هو الميل اللي هو بيساوي ايه؟ نون. ونعرف دلوقتي نون هي ايه؟ في مجمع في مجموع س في صاد ناقص مجموع س في مجموع صاد على نون في مجموع س كل أس 2 ناقص مجموع س تربيع. وده قانون هنكتبه تاني وهنقول عليه المثال، بس هو قانون ب بيساوي ايه؟ نون في مجموع س في صاد ناقص مجموع س في مجموع صاد على نون في مجموع س تربيع ناقص مجموع س كل أس 2. طب قانون ألف بيساوي ايه؟ مجموع صاد ناقص ب في مجموع س على نون. وهنحل دلوقتي مثال. مدينا هنا مثال السنة وسين والمبيعات وسين في صاد وسين تربيع. تمام. ومدينا طبعا احنا هنجيب نون، بنجيب نون ب7 هنعدهم هيطلع 7، وهنجيب مجموع السين 28، وهنجمع مجموع المبيعات هتطلع ب191، وهنجمع مجموع السين في الصاد هتطلع ب832، وهنجمع السين تربيع هتطلع ب140. أول حاجة هنجيبها هنكتب المعادلة اللي هي صاد بتساوي ألف زائد ب في س. بعد كده احنا عايزين نجيب الب. قلنا الب بتساوي ايه؟ نون في مجموع السين في صاد ناقص مجموع س في مجموع صاد على نون في مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل أس 2. كل أس 2 ب. هنعوض بقى. نون في مجموع س في صاد بكام؟ ب830 في 832 ناقص مجموع س اللي هو كام؟ 108 اللي هو كام؟ اللي هو 28 في مجموع صاد اللي هو ايه؟ المبيعات. صاد ده اللي هو ايه؟ المبيعات. في مجموع صاد بكام؟ ب191 على نون 7 في صاد تربيع مجموع صاد تربيع 140 نص مجموع س اللي هو 80 كل أسين. دي ايه؟ دي أول قانون. ده قانون ب. ب يساوي مجموع س في صاد
ناقص مجموع س في مجموع ص على ن في مجموع س لكل أس 2 ناقص مجموع س الكل 2. بعد كده بقى نجيب مجموع ايه ألف. ألف بتساوي ايه؟ ألف لها قانون برضو، قلنا مجموع صاد ناقص ب في مجموع س على ن. مجموع صاد بكام؟ ب191 ناقص ناقص الب مدالنا ب2 والب المفروض ان هو مدالنا معطى ب2.43%. الب تساوي 2.43% في مجموع س. مجموع س بكام؟ ب28 على نون اللي هو 7. هيطلع معانا 17.56. بعد كده بقى نكتب المعادلة. صاد بتساوي الألف جبناها ب17.56 زائد جبنا الب، عندنا أصلا الب ب2.43 في س، ومنها نجيب س. يبقى احنا دلوقتي في قانونين لازم نعرفهم في عن طريق الانحدار البسيط. قانون ب اللي هو بيساوي ن في مجمع س في صاد بس مجموع س في مجموع صاد على ن في مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل أس 2. طب قانون ألف، قانون ألف مجموع صاد ناقص ب في مجموع ن. ده كده قانون ب. وقانون احنا كده جبنا ب وألف. هو كان عايز بقى عندنا المعطى بيقول لنا ايه؟ المبيعات. المعطى كان عايز ايه؟ المبيعات في عام 2015. هو كان مدينا قايل لنا من 2010 آخر حاجة اهو فوق اهو. 2010 كان س كام وحدة؟ 7 وحدات. 2010 س كانت 7. 2011 س هتكون كام؟ 8. 2012 س 9. 2013 س 2014 س بكام؟ ب11. 2015 س ب13. 2015 بعد كده عايز المبيعات اللي هي صاد بتساوي صاد ألف. ألف اللي احنا جبناه بكام؟ ب17 زائد ب2 في س اللي 12 هتطلع معانا بكام وحدة؟ 46 وحدة. يبقى ملخص ألف. احنا دلوقتي جبنا ب وجبنا ألف وجبناهم ازاي، وعايزين نعرف مبيعات في عام 2015. المبيعات اللي هي صاد بتساوي ايه؟ صاد بتساوي ألف زائد في س. وجبنا ألف وعندنا ب هنجيب س اللي هي عام 2010 بسبعة. عام 2011 لحد ما ننزل 2015 س هتساوي كام؟ هتساوي 12 وهنضربهم هتطلع عندنا كام المبيعات؟ 46 وحدة. كده خلصنا العملي بتاع التسويق. وفي بقى يا شباب بعض النقاط اللي بتقع على طول. بيقول لك التسويق 4 عناصر تسمى بالمزيج التسويق: المنتج والمكان والتوزيع والتسعير والترويج. وعندنا حاجة اسمها المستهلك النهائي. المستهلك النهائي اللي بيشيل اسمه الشخصي. أمال المستهلك الصناعي لإنتاج سلع أخرى. نهائي أنت بتستعمل السلع ديت ليك أنت لنفسك. أما المستهلك الصناعي بياخد السلعة بيدخلها على ينتجها وبيبيعها للمستهلك النهائي. والنقطة دي يا شباب مهمة. بيقول إيه؟ أهمية التسويق: يساهم في خلق المنافع الشكلية والمكانية والزمنية والحيازية والمظهر الاجتماعي، حيث أنه يتفاعل مع وظائف أخرى. الإنتاج بيقول لك الإنتاج والوظيفة تساهم مع التسويق في المنافع الشكلية. النقل والتوزيع يساهم مع التوزيع في المكانية. التخزين المنفعة الزمنية. البيع والشراء المنفعة المنفعة الحيازية. يبقى دي مهمة. يبقى أهمية التسويق:
يساهم التسويق في خلق بعض المنافع. الانتقال بيساهم في المنفعة الشكلية، النقل والتوزيع منفعة مكانية، التخزين منفعة زمنية، البيع والشراء منفعة منفعة. وفي برضك نقطة مهمة بيقول لك حاجات الفرد. أول حاجة الحاجة الفسيولوجية اللي هي الأكل والشرب والسكن. تاني حاجة الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى الانتماء، حب، حاجة إلى التقدير، حاجة إلى تحقيق الذات. بقول لك الحاجات الفرد، أول حاجة الحاجة الفسيولوجية عايز تاكل أو تشرب. تاني حاجة الأمن. تالت الانتماء والحب. رابع حاجة التقدير. خامس حاجة تحقيق الذات. وفي برضه نقطة عندنا بيقول لك من حيث مراحل تصرف المستهلك عندنا ثلاث دوافع. دوافع أولية زي الدوافع الأولية ديت بتشتري شيء، تشتري مثلا ثلاجة، تكييف. الدوافع الانتقائية نوع الثلاجة سامسونج، أي نوع. طب الدوافع التعامل بتشتريها من طنطا، من الإسكندرية، يبقى الدوافع الأولية ديت بتدفعك لتشتري شيء معين. الدوافع الانتقائية ماركة. أمال الدوافع التعامل المكان. زي مثلا هنا بيقول في مثال: عندما يتم إثارة المستهلك بشراء تكييف ماركة سامسونج، بتشتري تكييف، يبقى دي دوافع انتقائية. طب التكييف ماركة سامسونج ماركة، يبقى دوافع التعامل. طب بتيجي عندما إثارة أهمية شراء تكييف، دوافع دوافع أولية. بيقولك يبقى يقع عبء إثارة الدوافع الأولية والانتقائية على المنتج. يبقى عشان تشتري، المنتج هو اللي ليك تشتري التلاجة، وهو اللي بيخليك تحدد النوع. أمال الموزع اللي هو بيخليه دوافع التعامل، حكم في دوافع التعامل. يعني مرة طنطا، في موزع في اسكندرية. يبقى الدوافع الأولية والانتقائية على المنتج، أمال التعامل على الموزع. وفي عندنا بقى ثلاث سلع معمرة، وبيقع عليها عبء الدوافع الدوافع العقلية. السلع المعمرة دي زي التلاجة، انت بتقعد تفكر مثلا في البيت، انت عايز تشتري التلاجة فبتفكر بعقلك، يبقى المكان في المنزل. طب السلع الميسرة اللي هي اللي بتشتريها على طول، ديت عبء الدوافع العاطفية، ديت في مكان الشراء. طب الهدايا جزء في البيت وفي الشراء. ممكن مثلا تقعد تفكر في المنزل، عايز تشتري هدية معينة، بس تروح مكان الشراء التفكير بتاعك يتغير وتشتريها. دي أول حاجة. برضو عايزين نتكلم عن نقطة تانية، وهي وهي تكامل. في حاجة عندنا اسمها التكامل رأسي إلى الأمام، تكامل رأسي إلى الخلف، تكامل أفقي. دي مهمة جدا. مثلا لو احنا عندنا شركة مثلا شركة ألبان. لو انت عندك شركة ألبان بتنتج مثلا زبادي، تمام. الشركة ديت عندها فرع في طنطا بينتج زبادي، وفي بتدي للموزعين، والموزعين دول بيوزعوا، وبتاخد من مزارع ألبان. يبقى انت دلوقتي بتاخد اللبن من مين؟ مورد. المورد بيديك اللبن، وانت بتعمل الزبادي، والزبادي ده بتوديه لموزع، الموزع هو اللي بيوزعه. دلوقتي انت الشركة لو عايز يبقى عندك مزرعة أبقار، وانت وما يبقاش فيه مورد، يعني انت هترجع للخلف. يبقى ده اسمه تكامل رأسي إلى الخلف. لو انت عايز تنتج انت اللبن وما يبقاش فيه مورد، يبقى ده اسمه تكامل رأسي للخلف. طب لو انت عايز يبقى عندك فرع في اسكندرية، ده اسمه تكامل افقي، بتوسع. طب لو انت عايز انت اللي توزع البان، ما توديش لموزع، انت انت دلوقتي انت اللي هتوزع، ده اسمه من رأسي الى الامام. ده مثال. مثلا لو شركة مثلا بيبسي، شركة بيبسي شركة بيبسي محتاجة مورد ومحتاجة موزع. المورد مثلا هيجيب لها الزجاج. يبقى شركة بيبسي لو عملت مصنع زجاج، يبقى ده اسمه كمال رأسي للخلف. شركة بيبسي مثلا لو عملت كمان فرع جديد، ده اسمه اكتمال رأسي، اكتمال أفقي.
طب شركة بيبسي هي اللي ده اسمه اكتمال رأسي إلى الأمام. ودي كده يعني قلنا بعض النقاط اللي، وبالتوفيق إن شاء الله، وشكرا لاستماعكم.